اهلا اهلا. سألت عليك قالوا انك عيان بعافية، قلت اجيلك ازورك. خطوة عزيزة يا زاهية. كنت بقول ايه يا عجيز؟ نعم. ما شاء الله انا عرفت انك اشتريت اكتر من 90 فدان على المصرف. وبعدين؟ ولا قبلين. وكنت بقول يعني تعوض الناس شوية. يعني ايه؟ يعني تضاعف لكل واحد التمن، خصوصا بتوع القيراط والقيراطين. وإذا ما حبيتش أعمل كده؟ ما أنا طبعا مش معقولة هقول لك رجع لهم الأرض. ليه؟ ما تقولي. يبقى خلاص اعمل اللي بقول لك عليه وبلاش نفتري. اسمعي يا ست انتي، أنا استحملتك كتير، اللي بتقوليه ده تخاريف. أنا راجل تاجر واشتريته، ده حظي. معلش يا عجيز، دول غلابة. معلش دي عند الجهلة اللي زيك. الله الله الله. اسمعي اللي هقوله لك للآخر. زمان لما وقفتيني في 3-4 دكاكين، ومع ان الناس ما كان لهاش حق، قلت زي بعضه اوعي تفتكر ان ده عشان سواد عيون الناس ولا عشان سواد عيونك. انا قلت هدي اللعب، دكاكين وما تسويش حاجه وتعدي الحكايه. دلوقتي دي صفقه العمر. ما انا السبب فيه. انت كسبت كويس قوي. طب ما انت كسبت كمان كويس. انا صرفت دم قلبي على الانتخابات، وقفتك على رجلك بفلوسي، وده استثمار عملتك عشان اخد المقابل. هتيجي دلوقتي تسوقي الهبل على العبط وتسبلي عينيك وتقولي عشان الناس وباسم الناس عايزه تذبحيني. لا يا اختي، لا يا ماما، فوقي بقى واعرفي تتكلمي تاجر كبير قوي. هات وخد، وانا دفعت ودلوقتي بقبض. جرى ايه يا عجيز؟ مالك كشفت عن وشك الوحش كده ليه؟ انا في النور وبقول كلام مظبوط صح. الباقي عليك انت المفروض تحلفي بحياتي، لان العز والجهل اللي انت فيه ده لولايا كنت تبقى مجرد واحده جاهله ما تسويش تعريفها. اوعي تصدقي نفسك، اوعي تكوني فاكر ان بيخيل عليا الكلام اللي بتقوليه ده. لا، انت فاهمه اللي قدامك ده غبي، عايزه تستفيدي وغيرك ما يستفادش، وتقولي رجع الارض للناس. ليه يا اخويا؟ عشان الضمير لازم تراعي ربنا. يا اختي خليك انت في نفسك. انا يا اخويا لقيت حل وهعوض الناس، واذا كنت بعمل حاجه لنفسي فاني بعمل 10 للناس. أنا كفرت وهدفع في موضوع الأرض ده، بس أنت لازم تدفع. مش دافع، وكلام فارغ مش عايز أسمعه. أنت هتخسرني كده يا عجيز. في 60 داهية أحرقك وأعمل غيرك. اخص على منظرك. اسم الله عليك أنت يا أختي. أنت هتعوض الناس يا عجيز، وأنا بقول لك أهو، وهتشوف أنا ولا أنت. لو بتخرف بقول لك إيه، اعملي اللي أنت عايزاه. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا قريطة؟ الحمد لله. ابسط يا عم، العجاز بقى احسن قوي وهينزل الشغل بكرة. كده؟ طب عيال لحسن انا الشغل كله على دماغي. ليه؟ وانا رحت فين؟ لا، ما هو احنا بقى مخلينك للتقايل. انما ايه حكاية الناس اللي عاملة دوشة دي؟ سيبهم يخرفوا، احنا اشترينا وانتهى الامر. على فكرة قبل ما انسى. نعم. نزل لي في العربية كل الدوسيهات والأوراق والحجج بتاعت الأرض الجديدة. لازم عشان التسجيل. عليك نور. ما هو سعجيز قال لي عايزين نسجل بسرعة. هبتدي الإجراءات بكرة إن شاء الله، بس المهم تحط لي كل العقود الابتدائية والحجج في العربية حالا، وأنا مرتب كل شيء. خير البر عاجله. نحط الناس بقى قدام الأمر الواقع. برافو عليكي، أهو ده الكلام. أمال غبي بجم بلوى غبي. ايه بس يا سعجيز في ايه؟ ضحكت عليك. ليه؟ انا واقع معاها حيوان. الله، يعني سرقت الاوراق؟ ايوه اخويا سرقت الاوراق عشان تحطني قدام الامر الواقع واخضع لابتزازها باسم الناس. يا خبر اسود. طب بعدين يا بيه؟ هتضيع مني 9 مليون جنيه. 9 مليون جنيه. والحل يا سعجيز؟ مفيش غير حل واحد، ولادها. هات العربيه الكبيره وشويه رجاله وتعالى. والله وما دام العقود والاوراق معايا هنضغط عليه ونطلب منه فرق السعر، ساعتها نحكم الناس وهيدفع. امال انده للعيال من بره يا عم موسى، زمانهم جاعوا، وقعدوا كلوا معانا لقمه يا جماعه. العيال مشيوا راحوا فين؟ العجاز خدهم. يا نهار اسود. قال لهم تعالوا شوفوا العربية الجديدة اللي والدتكم حجزتها لكم. انت بتقول ايه؟ خدهم فين؟ وساب لي الورقة دي اديها لي. هات يا اخوي. مكتوبة بالمكنة اهي. هات اللي عندك تاخد اللي عندي، لو عملت اي حركة سخيفة هتدفعي الثمن. يا خرابي، ده سرق العيال. خدهم فين؟
الزراعي وطلع على الطريق الزراعي، يعني خرج من البلد. اسمع يا زاهية، مفيش غير مخرج واحد للبلد. فين؟ كوبري البندر بيفتح ساعة للمراكب دلوقتي، معنى كده ان العربية اللي خد فيها العيال هتقف مع عربيات الكوبري لحد ما يفتح، نقدر نلحقهم. يا رب نلحق. بس ده كده يا دوبك. هنلحقهم بس قدامنا وقت ضيق. هات العربية يا موسى، اجري اسرع بسرعة، هات العربية. حاضر. البلد كلها هتيجي وراك يا زاهي، ولا 50 عربية. يلا يا عويس، يلا يا مغاورة. بينا يا رجالة على كوبري البندر. الكوبري هيقفل وهيعدوا. اهي العربية هي زاهية. اطلع يا ريتم. اطلع فين يا سجيز؟ الكوبري لسه ما قفلش. اطلع وامشي عليه قبل ما توصل للفتح يكون قفل. يا سجيز هنموت. اطلع يا غبي. ماما ايه؟ المجنون ماشي والكوبري فاتح. هنلحقه. وقفت ليه يا غبي؟ هنغرق يا بيه، العربية هتسقط بينا. انزل يا عجاز. انتوا جيتوا لقدركم، اهجموا عليهم يا رجاله. تعالي يا احلام. سعيد تعالى يا سلام، تعالي يا احلام. تعالي بسرعة. ايه اللي حصل يا ماما؟ تعالى يا سعيد. تعالى يا سلامي. ما حصلش حاجة، الحمد لله ما حصلش حاجة يا حبايبي. تعالوا هنا. ده بابا جه هناك اهو مع العساكر. تعالى يا بابا. اقبض عليهم يا عسكري. اقبض على مين يا حضرة الظابط؟ اقبض عليهم كلهم.